مساء الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. مكملين مع بعض بقيت نواعم العيد. هنعمل النهاردة السابليه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهيطلع معاكي كمية بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده، وشغل محلات فعلا. معايا كيلو الا ربع من الدقيق، و500 جرام من الزبدة او نص كيلو، ومعايا ربع كيلو من السكر البودر نخلاه كذا مرة، وباكت فانيليا. انا هنا مضاعفة المقدار، فعشان كده الكمية شايفينها ان هي كبيرة، لكن انتي اعملي مقدار واحد او براحتك عايزة تضعفيه. تمام. ابتديت احط الزبدة كده في الميكسر، وهنزل عليها بالسكر البودر وكمان الفانيليا. والزبدة يا جماعة مش لازم تبقى زي الحجر، لا، طلعيها وقطعيها بحيث ان انتي الميكسر عندك لا قدر الله ما هيبص او يحصل له اي حاجه. شايفين ضربتها اهوت ووصلت للقوام اللي احنا شايفينه دوت. هبدا ان انا انزل بيها على الدقيق اهو بالشكل ده، وهبدا ان انا اقلب فيها مع الدقيق، بحيث ان انا لو جيت اقلب بايدي بعد كده الدنيا ما تتبهدلش قوي. اهو هحاول ان انا اغلف الزبده كلها بالدقيق كويس بالشكل ده لحد ما توصل معايا للقوام ده، بتتقطع وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد خالص. هجيب كيسين تلاجة افتحهم واحط بينهم حتة عجين زي ما انتم شايفين كده، او قطع من العجين، وهبدأ ان انا اجيب النشابة افردها بسمك واحد. وعندك اي قطعات انتي بتفضليها او اولادك بيحبوها، اعملي كل الاشكال ديت وفرحيهم اهو. وهنجيب الصاج بتاعنا مش مدهون ولا اي حاجة، شايفين سمك العجين اهو، وما ترفعهاش قوي عشان ما تبقاش خفيفة وما فيش واحدة تستوي قبل التانية. هبدأ ان انا ارصهم كده في الصاج، ومعايا برضو قالب الطرز الصغنن دوت. اجلس فيه كده العجينة واخرمها من النص بشوكة اهو. وده دي الصواني اهيت بعد ما عملتها. حاولوا تعملوها يا جماعة في البيت، بجد تحفة وارخص من بره بكتير. الكيلو دلوقتي بره ب250 جنيه. جربوه ان شاء الله يعجبكم.